ازاي تاخد قراراتك صح وتوقف حيرتك؟ عمرك فضلت محتار في قرار بسيط ودماغك فضلت مشغولة وتعبت من كتر التفكير؟ محتار تختار الطريق تشتري الحاجة دي ولا لأ؟ تاخد الخطوة دي ولا لأ؟ الحقيقة ان مشكلتنا مش في قلة الاختيارات، مشكلتنا اننا مش عارفين ناخد قرار ونرتاح. في الفيديو ده هنعرف مع بعض 3 خطوات عملية تخليك تاخد قراراتك اسرع واذكى وتوقف الحيرة اللي انت فيها. انا عبد الله مصطفى وبشارك معاك افكار وخطوات عملية تساعدك تعيش حياتك بشكل اوضح واسهل. النهارده هنتكلم عن مهارة كلنا محتاجينها كل يوم، مهارة اتخاذ القرار. الخطوة الأولى، اسأل نفسك إيه أسوأ حاجة ممكن تتم؟ العقل أحيانا بيضخم ويوسع ويكبر الأمور. في بعض الناس بتفضل تاخد وقت كتير في التفكير وتفضل تحس إنها في دوامة. لما تيجي تاخد قرار بتفضل تفكر لحد ما تحس إن الموضوع حياة أو موت. لكن لو وقفت وسألت نفسك إيه أسوأ حاجة ممكن تحصل، هتكتشف إن معظم القرارات مش خطيرة زي ما أنت بتفكر. زي إيه؟ تكون متردد إنك تروح مثلا مقابلة شغل، ايه أسوأ حاجة ممكن تحصل؟ انك ما تتقبلش. ساعتها هتاخد خبرة وتتعلم من التجربة. السؤال البسيط ده بيخلي قرارك اهدى واريح. الخطوة التانية، قاعدة ال70%. كتير من الناس بيستنى ياخد 100% من المعلومات عشان خاطر يقدر ياخد قرار، بس الحقيقة ده مستحيل. في قاعدة حلوة قوي اسمها قاعدة ال70%. لو عندك 70% من المعلومات و70% ان احساسك ناحية الخطوة دي صح، توكل على الله وابدأ، لان الانتظار للكمال مش هيوصلنا لحاجة. القرار اللي بيتعدل في النص احسن بكتير جدا من القرار اللي بيخليك واقف مكانك. وفي الجزئية ديت هتكلم معاك وبشكل شخصي شوية. اول ما بدأت القناة انا ما كانش عندي اي امكانيات تخلاني اطلع اعمل فيديو واتكلم مع الناس، لكن كنت نام على السرير وقلت لنفسي انزل دلوقتي، انت هتعمل القناة دي وهتبدأ فيها حالا. وقمت جبت جردل ولمبات وسلك وجمعت الحاجات دي كلها وعملت الفيديو في نفس اليوم عشان بس خدت القرار في نفس اللحظة. الخطوة الثالثة، فرق بين القرارات الكبيرة والقرارات الصغيرة. مشكلتنا ان احنا دايما بنتعامل مع كل القرارات بنفس الأهمية. قرار هتاكل ايه النهاردة مش زي قرار هتتجوز مين. الحل هنا انك تحدد وتصنف قراراتك، ايه منهم القرار الكبير وايه منهم القرار الصغير. القرار الصغير ما تضيعش فيه وقت وخده فورا. القرار الكبير خد وقتك وفكر على مهلك واسأل واستشير. الوعي والفهم بيعرفك ويوصلك تعرف الفرق ما بين القرارين. طيب عامة خليك واثق في قرارك ايا كان انت رايح فين. بعد ما تاخد قرار ما تقعدش تحرق دماغك وتلوم نفسك هو انا اللي عملته صح ولا غلط، وتقول لنفسك يا ريتني كنت اخترت حاجة تانية. خلاص انت خدت القرار. عموما الثقة في قرارك بتخليك تاخد بالك وتركز في التنفيذ، واللي بيخلي اي قرار ينجح مش الاختيار لكن كمان التزامك بيه. الخلاصة ان اتخاذ القرار مهارة ممكن تتعلمها. لما تيجي تقع بعد كده في انك محتار ما بين قرارين، قول لنفسك كده ايه اسوأ حاجة هتحصل، وقول لنفسك كمان استخدم قاعدة ال70% اللي كنا اتكلمنا عنها. وما تنساش فرق بين القرار الكبير والقرار الصغير. حاول تجرب الخطوات ديت في قرار بسيط صغير عندك دلوقتي، واكتب لي في الكومنتات ايه اللي اخترته. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتكون واحد من ضمن العيلة الجديدة. سلام.